السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات ناعمه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الكريب. لهذا الغرض كنحتاجو لتر من الحليب، 3 بيضات، 3 حبات البيض، 2 سكر فانيلا، ملعقتين سكر خشن، سكر سنيده، ملعقه كبيره من الزبده بحراره المطبخ، رشه ملح، وكنحتاجو الطحين الابيض. انا غنعطيكم مازال العباره ديال الطحين الابيض من يبدا مبغيتش نعبر بالغرام على حساب اللي ما عندوش الميزان. واحد الانيه غادي ندير الحليب ديالي، لتر من الحليب، نضيف السكر، ملعقتين كبيرتين من السكر او على حسب الذوق. نضيف قبسه ملح، يعني بين رؤوس الاصابع الملح. نضيف سكر الفانيلا، 2 سكر فانيلا للتنسيم فقط. عفوا، نضيف البيض وحده تلو الاخرى، نزيد ندير بوحده بوحده. انا عطيتكم 3 البيضات، اللي ما عندهاش البيض بغات ديري غير جوج ممكن ديري غير جوج. مثلا درتي نصف لتر من الحليب ديري بيضه واحده. انا مرات لتر من الحليب كندير فيه 2 بيضات بعض المرات. غنضيف البيضه الثالثه، وغادي نضيف الزبده طبعا اللي بحراره المطبخ. نحاول الزبده ديالي، نحاول نخلط حتى الزبده ديالي كلها تجانس مع الخليط هكذا. انا غادي دابا نخلط الخليط حتى الزبده تجانس مع البيض والحليب والسكر وقبصه الملح والفانيلا، ونتلاقاو باش نضيفوا الطحين الدقيق. عفوا، دابا من بعد ما الزبده تجانست مع الحليب ومع البيض والسكر، المهم راها ما دارتش كلها، انا مازال غندوزها في الخلاط الكهربائي. دابا غنبدا نضيف الدقيق اللي غربلته. غادي نعطيكم القياس بالكاس باش اللي ما عندهمش الميزان. الكاس الاول غادي نضيفه. غادي نحط لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله تحت الفيديو. غادي ما نحاولش ما نمزجوش بزاف، حيت مازال غادي ندوزوه في الخلاط الكهربائي، هو اللي غادي يحاول يحيد لينا دوك انا غنشوفوا القياس ديال يعني الكميه ديال الطحين اللي انا محتاجاها. الكاس الثاني، كنحاول نخلط باش نعرف القياس ديال الدقيق ديال الطحين. بطبيعه الحال المقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، يعني شوفوا راه غادي تلقاو.
غنشوف الخليط ديالي الثقل ديالو السمك ديالو واش هو الكافي. بالنسبه للكريب كاين اللي كيبغي يكون عجينه ثقيله، كاين اللي كيبغيها خفيفه. انا بالنسبه لي ما كنبغيش تكون ثقيله، حيت الا كانت خفيفه قد ما كانت خفيفه كتجي لذيذه. كنظن خصني نزيد مازال واحد شويه دقيق طحين، مثلا نصف كاس. غنشوف على حساب غادي نزيد هاد نصف كاس، كنظن كافي. 3 الكيسان 3 الكؤوس ونصف. دابا انا غادي ندوزها نديرها في الخلاط الكهربائي ونتلاقاو. دابا غنجيب الخليط ديالي اللي وضعته في الخلاط الكاس ديال العصير، الخلاط الكهربائي ما كتشوفوا الشكل ديالو. هذا هو القوام ديالو. بالنسبه انا كنبغيه خفيف، راني قلتها لكم في الاول. دابا غنخلي واحد 10 دقائق يرتاح، عاد غادي نبدا نطيبو. كاينين الناس اللي كيبغوه يكون يعني كيديروا فيه الخميره. هذا هو القوام ديالو، خميره الحلوى او الباكين باودر، ولكن انا ما كنحببهاش. المهم ما كتعجبنيش. كتجي الكريب كيجي هذا غليظ وما كنحبوش. دابا انا غنخلي 10 دقائق، وكنحتاجو بطبيعه الحال مقلاة وشويه الزبده اللي غندهنوا بها المقلاة، ونخلي دابا يرتاح ونتلاقاو من هنا 10 دقائق ان شاء الله. دابا من بعد ما ارتاح الكريب ديالنا كنحتاجو الزبده اللي غندهنوا بها المقلاة، بطبيعه الحال فرشات، وهذه باش غادي نقلبوا كريب. المقلاة عندي راه سخنات، ندير شويه الزبده. ودابا غادي نضيف الكريب ديالي على هذه الطريقه. كما كتشوفوا معايا كدوري المقيله ديالك هكذا بشويه بشويه حتى يجي الخليط كله على حتى يتجمع معك الخليط باش تجي متساويه هكذا. تقريبا ها هي بدات كتجمع. نوضعها هنا فوق النار. ممكن انا عندي هاد الزبده خاصه بالطبخ، اولا الزبده بحراره المطبخ بحال الزبده اللي درنا في الاول في العجين، هي اللي غدهني بها. تاخذ واحد القطعه ودهني بها المقلاة ديالك، كيجي خفيف وزوين. وانا درت 3 الكيسان ديال العنبه ونص، يعني قياس كاس العنبه. نتوما الا كتبغيو شويه العجين يكون شويه ثقيل ديروا 4 كؤوس. انا غادي مازال كلشي نكتبوا لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. وليدات كيحبوه، وان شاء الله يعني فيديوهات قادمه غادي نديروا لكم على شكل ديسير، يعني في اشكال كثيره 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 ممكن تقدميه كديسير رائع رائع. وغادي من بعد نديروا لكم كمملحات، يعني ما غنديروش فيه السكر، يعني غيكون مالح، وغادي نديروا لكم كشكل مملحات. نشوف واش طابت، واحد شويه. كما كتشوفوا معايا ها هو الكريب ديالنا ملي كيكون مخدوم مزيان. شفتوا علاش انا كنبغي نديرو خفيف؟ حيت كيدير الانتفاخ، كيجي مزيان رائع، كيجي زوين، كيجي خفيف. ها هي تقريبا طابت الكريب ديالنا كما كتشوفوا على هذا الوجه كيفاش كيجي. الوجه الثاني كيجي هكذا، كيجي رائع رائع. كما الاولى غادي نبقى انا مستمره على هذه الطريقه، ندهن المقلاة ديالي بالزبده
كناخد تقريبا هكذا، ما عامرش بزاف. المغرفه ما عامرش بزاف، كنبقى على هاد الطريقه. كتشوفوا العجين ديالي يعني مرخوف بزاف، ولكن هذا اللي كيجي مرخوف هو اللي كيجي زوين بزاف. الا كانت العجينه غليظه كيجي شويه ما كيبقاش كريب. يعني انا المهم انا كيجيني ماشي كريب. وحتى الخميره ما كنبغيش ندير فيه الخميره، كاين اللي كيبغي يدير فيه الخميره كيجي منفوخ، كيجي بحال غليظ. وانا كنفضلو هكذا يكون كما كتشوفوا، ها هو رقيق على هذا الشكل، كيجي لذيذ زوين. المهم انا غادي نكمل الطياب ديالي ديال الكريب، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. كما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب كيفاش كيجي. انا حاولت يعني طويته على 2 وعاد درتو على 4 كمثلثات على هذا الشكل. عملت ليه هكذا، وغادي نقدمه مع السكر. هذا السكر البني الخاص بالكريب، او العسل او المربى، كل واحد وكيفاش كيحبوا. بالنسبه لهذا السكر هو هذا اللي ما كيعرفوش الخاص بالكريب، الكانديكو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واحد النصيحه، ملي ديروه في المقلاة ما تحاولوش دوزوا عليه الملعقه او المغرفه اللي كنقولوا حنا المغرفه، ما دوزوش عليه فقط في المقلاة. حاولي تمريه حتى يولي لك دائره، وما تحركيه ما والو حتى يتجمع تماما، عاد كتقلبيه. نتمنى الكريب ينال الاعجاب ديالكم. وعندي فيه وصفات كثيره كثيره كديسير اللي يعني كحاله بالنسبه للاخوات اللي من الدول العربيه، يعني مورا الاكل بعد الاكل. كنقدموا بالكريم باتيسري مع الفواكه، مهم بالشوكولاته والفواكه. يعني عندي بالفواكه المعسله عندي افكار كثيره، وحتى الشكل ديال التقديم يعني عندي افكار زوينه. يعني الا بغيتوهم ان شاء الله غنديرهم لكم. وعندي حتى افكار فيه نعملوا على شكل مملحات ونعمروه وندخلوه الفران حتى هو كيجي لذيذ. نتمنى هاد الكريب ينال الاعجاب ديالكم. اي تعليقات او اقتراحات خلوهم لي تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا جيم الفيديو باش نعرف بانه راه عجبكم، باش نزيد نعطيكم المزيد والمزيد. وكما كنقول دائما قبلوا عليا، واي اقتراحات وتعليقات خلوهم لي تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعوني على قناتي ليصلكم كل جديد. وشكرا، سمحوا لي طولت عليكم. سلامه.